السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التصوير المصري. معكم أحمد فتحي، وحلقتنا النهاردة من سلسلة سؤال في التصوير. بس قبل ما نروح للسؤال نصلي على النبي كلنا، ناخد الثواب الأول ونروح للسؤال. السؤال جاي لنا من جيكا ستايل، بيقول: سؤال: لو بصور سيشن بالليل وعدسة 50 وأوكتا واحدة، إزاي أخلي الخلفية منورة؟ بص يا جيكا، السؤال هنا او الموضوع هنا مش مرتبط بالكاميرا ولا بالعدسه ولا بالاضاءه بتاعتك، الموضوع مرتبط باضاءه المكان. اضاءه المكان يعني لو انا دلوقتي بصور على البحر بالليل ومفيش عندي اي مصدر اضاءه، معيش غير هيد او اوكتا او فلاش بينور لي الشخص، هنور البحر ازاي؟ هات لي شمس، هنور البحر ازاي؟ بصور في جنينه بالليل ومفيش اضاءه في الخلفيه، هنور الخلفيه ازاي؟ مستحيل. دي حاجه ما حصلتش في التصوير لغايه دلوقتي، ولذلك انت في الاستوديو بتعرف تتحكم في اضاءه الخلفيه واضاءه الشخص والباك جراوند عامله ازاي، منوره ولا مظلمه ولونها ايه. ده في الاندور. او الدور انت الخلفيه حكماك باضاءه المكان، ولذلك تلاقي ان اللوكيشنز اليومين دول بتاعت التصوير السيشنز والكلام ده تلاقيه بالليل مخلي اللوكيشن ظهر، حاطط فيه كشافات ولمض ومناظر وليدات وحاجات كتير قوي. ليه؟ لان المكان ده بيتصور فيه، فمجهز للتصوير ان يكون الخلفيه فيها نور، لان لو مفيش نور في الخلفيه لا هيبان منظر ولا هيبان لوكيشن ولا هيبان النجيله ولا هيبان اي حاجه. فاحنا في الاوت دور احنا كل اللي بنعمله على قد امكانيات المكان ان احنا بنصور وننور الشخص اضاءه كويسه، سواء كي لايت او فيل لايت، او لو هنعمل ريم لايت من ورا حتى ان هو يبقى خلي الشخص مرسوم. انما اضاءه الخلفيه نفسها دي مش عارف اعمل فيها حاجه الا لو بصور شخص مثلا وراه حيطه، هضرب فلاش على الحيطه فهينور لي الخلفيه، او هرميه تحت شجره هينور لي شويه من الشجره بس مش هينور لي الخلفيه كلها. ده شبه مستحيل. ولذلك احنا بنروح لاماكن في خلفيه يكون فيها نور وبنرفع ايزو شويه عشان ناخد اضاءه الخلفيه معانا في الصوره. يعني في اماكن بيكون فيها اضاءه في الخلفيه بس مش قويه قوي، في الحاله دي انا بعمل ايه؟ برفع ايزو، بقول للكاميرا خدي من اضاءه الخلفيه، خدي من الاضاءه دي، حسي باضاءه الخلفيه عشان انا عايز خلفيه منوره. بعد ما باخد اضاءه الخلفيه واخد تيست على الكاميرا، اشوف ان الايزو ده مناسب ومنور لي الخلفيه كويس بالاضاءه الموجوده دلوقتي، اظبط بقى اللايت بتاعي انه يكون منور الناس من غير ما يلسعهم. فالموضوع معقد شويه، بس القاعده بتقول ان لو الخلفيه مش منوره انت مش هتعرف تنورها، خصوصا في الاماكن اللي احنا بنروح نصور فيها اللي بيكون ظهر الناس عتمه خالص، اللي هو اسود خالص، هتنور فيه ايه ولا ايه؟ اخرك لو وراك شجرتين ومعاك فلاشين او فلاش تحطه ينور شويه بس ان ايه دي شجره، انما انك تنور الخلفيه كلها فده شيء مستحيل. يا رب اكون فدتك ووصلت الاجابه اللي انت عايز تسمعها، ولو عندكم اي سؤال في الكومنتات تحت الفيديو هحاول ارد عليكم على طول. ما تنساش من دعائك، وسلام.